الحمد لله رجعنا. وقبل ما ابدا الحلقه عايز اشكر اصحابنا في طيبه، محمد ورمضان، يعني الناس اللي بتعمل لنا الجاتوه، يعني الناس اللي بيقلوا لنا الزلابيه، يعني الناس اللي بتاكلنا الجلاش. يا شوي ايه ليه ما ينفعش اقول جلاش؟ ايه بجد معناه كده؟ انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي. السلام عليكم واهلا بيكم في الكوره لونها اصفر، مكان الاسماعيلويه على اليوتيوب. الصوره اللي قدام حضراتكم دي، ايوه الصوره دي بتمثل كل شيء مستفز لجماهير نادي الاسماعيلي. استفزاز بيجي من لعيبه بنصبر عليها حتى لو عندها مشاكل، وبعد ما تتالق بتمشي من غير مراعاه لاي مصلحه من مصالح النادي. واستفزاز من الوكيل اللي مهما اتغيرت اسمائه هيفضل هو بنفس الشخصيه بنفس الاسلوب اللي بيتعامل معاه مع النادي الاسماعيلي. نادي عباره عن سوبر ماركت خاص بيه، بيعلي بيه اسمه وبيخش يتعامل فيه بدون اي ضوابط ولا اي روابط. بس الحق مش عليه، الحق على الضلع الثالث من اضلاع مثلث استفزاز المشجع الاسماعيلاوي. استفزاز من اداره بتتعامل كل سنه بطريقه متخبطه اكتر من الطريقه بتاعت السنه اللي قبلها، وطبعا بتؤدي الى الفشل. كل ده تحت شعار الفرقه. احنا عملنا فرقه؟ لا. وعارفين كل مكان سكننا فيه واحد واثنين؟ لا. طب ما تيجوا نجيب الاداره كده على حجر الجمهور ونحسبها. انا ببني فريق بس بتعامل مع وكيل اكتر من مره، والوكيل ده بيلسعني. طب بتتعامل مع ليه؟ عشان يلسعني. انا ببني فريق المدرب بتاعه عامل مشاكل مع نص لعيبته. انا ببني فريق وانا نص وعودي للجماهير اتبخرت، والنص التاني مقسوم ربعين، الربع الاولاني النص بتاعه اتنفذ والنص التاني لا، والربع التاني عامل زي ربع الحشيش كده مستخبي في الشراب ما نعرفش فين. اطلع عليا مجلس الاداره بكلمتين كلمه معهودين اللي احنا عارفينهم اللي بيتقالوا سواء في الاعلام او حتى في المؤتمرات بتاعتك وبره. واصغر واحد من جماهير الاسماعيلي سنا هيثبت لك ان كل تبرير بتبرره بيرجع لك انت، وهتبقى انت السبب فيه في الاساس. لا مؤاخذه، جمهور الاسماعيلي ما بيحضرش اجتماعات مجلس الاداره، ومش مطالب ان هو يحضر اجتماعات مجلس الاداره، هو بيشوف نتائج مش بتسره. ولو حضرتك مش ملاحظ، الاسماعيلي خلاص بقى بره الدنيا كلها مش بره المنافسه بس. اطلب مني كجمهور ان انا ادعمك، ودعمتك قبل كده كتير، لما على الاقل تعمل اللي وعدتني بيه. ساعتها لو ما دعمتكش ابقى انا فعلا عايز اهدم استقرار النادي، لكن من غير ما تعمل على الاقل اللي وعدتني بيه ادعمك ازاي؟ مجلس اداره نادي الاسماعيلي المرموق. مش كفايه مرمقه بقى؟ انا الاسماعيلي. بعد ما اتنكدت في عز فرحتك بالفوز على النصر في الدوري بسبب اصابه حسني عبد ربه ومحمود متولي الاثنين في ليله واحده، وبعد ما فرحت بفوز رائع جدا على طلائع الجيش في بدايه الكاس، اكيد انت كمشجع الاسماعيلي كان احساسك كده في ماتش سموحه. وانا بقلب في الاخبار لقيت خبر على عقده موقع جول.com بيقول الاسماعيلي يخشى غضب الكسندر لويز. الاسماعيلي بيخشى غضب ده؟ انت ايه؟ انت حاجه معروفه. لما دخلت جوه الخبر بقى عرفت ليه احنا بنخشى غضب الكسندر لويز، وده لانه بكل بساطه ممكن يشتكينا وينزلنا 6 نقط تانيين. اللاعب له مستحقات لسه ما خدهاش وحقه ان هو يطالب بيها، العيب مش عليه، العيب على اللي جابه. البرازيلي هيرون ريكاردو اكتر مدرب في الدوري المصري الموسم ده عنده حماس وروح، وده ما بيبانش بس في ان اللعيبه بتاعته بتنزل من الدقيقه 1 للدقيقه 90 تاكل النجيله وتهجم، وحتى لو جايبين 6 اهداف يدوروا على السابع. لا كمان ده بيبان في تعامله هو مع المباراه. طول اي مباراه للاسماعيلي وخصوصا مباراه سموحه، ريكاردو بيبقى واقف على الخط بيبظ حماس. بدأنا المباراة دي بتشكيلة مفادها 4-4-2، بس أي حد كان بيتفرج على المباراة في رأيي كان شايف بس 4 دفاع ورا هم اللي ملتزمين، وبقية الملعب كله عالك كله. لو كنت من المحظوظ اللي عاشوا فترة منتخب مصر من سنة 2000 لغاية 2004 هتفهمني كويس لما أقول لك إن الإسماعيلي طول الموسم ده من أول بدايته لغاية دلوقتي وهو في كل المباريات بدون استثناء رد فعل. أي مباراة لمنتخب مصر في أول الألفينات كنت لازم تسمع مشجع بيقول هو إحنا مش هنلعب إلا لما يجيبوا فينا جون. الإسماعيلي كده بقى الموسم ده. في مباراة سموحة في رأيي النادي الإسماعيلي كانت كل مهمة لاعبينه إن هم ينقلوا الكرة ما بين بعضهم لغاية لما الخصم يهجم عليه. لو جاب جون هتبدأ تهجم، لو ما جابش جون هتنقل الكرة برضه بينهم. الكلام ده طبعا باستثناء فرص قليلة أثبتت لنا فعلا إن النادي الإسماعيلي عمره ما هيقف على مهاجم. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. إيجابيات المباراة. بالرغم من الاداء بتاع الفريق في المباراه، وبالرغم من اني لغايه دلوقتي مش عارف ايه اللي كان حلو في نص ملعبنا مخلي لعيبتنا طول الشوط الثاني قاعدين نايمين فيه، الا اننا ما خسرناش.
الحمد لله حققنا التعادل التاسع لينا في الموسم ده. Guess what, Mr. Ricardo? You cannot win a championship with 9 draws, man. من اخبار فسخ التعاقد بتاعه والمشاكل بتاعته مع ريكاردو لعودته للملاعب حتى ولو بالاجبار. احمد سمير فرج بيسد المكان بتاعه لاول مره في رايي من ساعه ما رجع النادي الاسماعيلي، حاجه تحسب لاحمد سمير فرج ونحييه عليها بعد ما انتقدناه كتير جدا في بدايه الموسم ده. الشباب في المباراه دي محمد البعلي، محمد فتحي، محمد علاء لالا وشكري نجيب اثبتوا فعلا ان هم ممكن يسدوا الفراغات اللي بتسببها الغيابات لينا، واثبتوا فعلا ان ريكاردو محتاج هو وجهازه الفني يبصوا شويه على الشباب بتوعنا. ان كان هجوم الاسماعيلي في اسوأ ما يكون، فالدفاع العكس تماما. انا بحب الدفاع بتاعنا قوي. دفاعنا عدى مرحله انه يبقى من الايجابيات، دفاعنا وصل لمرحله انه من قوته ريكاردو خده هو بس نزله في الماتش ده وما جابش اي لعيبه ثانيه من الاسماعيليه. انا شفت دفاع بس بيلعب قدام فرقه سموحه، وفي رايي ان دفاعنا بقياده احمد العش وعصام الحضري ما قصر. اما عن سلبيات المباراه فهي كالتالي: محمد زيكا بس كده. انت لو اتفرجت على المباراه هتعرف ليه هو ممكن يبقى من سلبيات المباراه، ولو ما اتفرجتش على المباراه ممكن تتصل بواحد صاحبك وتقول له محمد زيكا بس في اول مكالمه، واسمع هو يرد عليك يقول لك ايه. بس يا ريت وانت بتتصل في المكالمه دي تبقى بعيد عن ابوك وامك عشان الالفاظ. استقبالنا للعب وانتظارنا الخصم ان هو يهاجم ما بقاش مجرد سلبيه من السلبيات بتاعه النادي الاسماعيلي، ده بقى اسلوب حياه معتمد. السلبيه الثالثه والاخيره: بقى صعب ان احنا نجيب سلبيات جديده للنادي الاسماعيلي، وده مش لان النادي الاسماعيلي يخلص كل السلبيات من بدايه الموسم لا سمح الله يعني، ده لان الفرقه كل مباراه بتكرر سلبيات المباراه اللي فاتت. فلو عايز تعرف اغلبيه سلبيات المباراه دي ممكن تتفرج على اي حلقه من الحلقات اللي انا عملتها قبل كده، لا هي السلبيات، ودي عند المدرب. رجل المباراه في رايي هو المهضوم حقه في الاعلام المصري والاعلام العربي والاعلام العالمي: جامايكا. عالجدار الفرخه ماشيه عالجدار وديك قادرها عالجدار. اما عن تقسيمه المباراه فكانت كالتالي: 60 دقيقه ليهم، 10 دقائق لينا، و30 دقيقه بالشكل ده. نور خلاص. لا نور. الماتش الجاي لينا هيبقى مع حرس الحدود يوم 31 يناير في استاد الاسماعيليه الساعه 5. يا رب يطلع احسن من المباراه اللي فاتت حتى ولو بالبلاله، يعني الواحد نفسه يشوف اداء حلو ان شاء الله كده، كوسه اي حاجه. سؤال الاسماعيلاويه الاسبوع ده هو: ايه اكتر سلبيه شايفها في الفريق من اول ما بدانا الموسم لغايه دلوقتي بتتكرر في كل مباراه؟ وفي رايك هيكون ايه شكل هجوم الفريق بعد رحيل جون انطوي؟ لحد الاسبوع الجاي ربنا يجمعنا على حب الاسماعيلي. سلام عليكم.